هو ما ينفعش التورته كلها بالصحاب تتقسم لبيراميدز والزمالك ما ياخدش حته. النهارده مباراه الزمالك مع سيراميكا كليوباترا ومباراه البنك الاهلي مع بيراميدز. كل الاهلاويه بيتمنوا ان الزمالك يخسر المباراه، بس احب اقول لك ان الزمالك مش هيخسر المباراه، والزمالك هو اللي هياخد بطوله كاس مصر. النهائي هيبقى بين الزمالك وبيراميدز. ما هو التورته لازم تتقسم صح، بيراميدز ياخد الدوري والزمالك ياخد كاس مصر. ما هو ما ينفعش النهائي يبقى بين بيراميدز وسيراميكا. شعبيه النهائي مش هتبقى افضل حاجه، لان مفيش نادي جماهيري في النهائي. ساعتها فلوس البث والاعلانات والرعايه هتبقى قليله، ومفيش اي دوله من دول الخليج هتقول لاتحاد الكوره احنا عايزين نهائي الكاس عندنا. ما هو نهائي الكاس بيبقى بره لما يكون النادي الاهلي موجود، لان كلنا عارفين ان شعبيه النادي الاهلي اكبر شعبيه في الوطن العربي. فاحب اقول لك على حاجه، اتفرج على مباراه سيراميكا والزمالك وانت مريح اعصابك، واعرف ان الزمالك هو اللي هيكسب وهيلعب على النهائي، واعرف كمان ان بيراميدز هو اللي هيكسب وهيلعب على النهائي. واتاكد ان البطوله للزمالك عشان التورته تتقسم كويس، والاعلانات والبث والرعاه يقدروا يدفعوا فلوس اكتر واكتر عشان شعبيه نادي الزمالك. وما ينفعش النهائي يبقى بين سيراميكا وبيراميدز. فهمتوا الليله ولا ما فهمتوش؟ بس كده، يلا سلام.